يا سلام على الجمال. شايفين اللي انا شايفاه؟ شايفين؟ يا سلام بقى لو شامين. لو اولادكم بيحبوا الدليفري من بره او بتحبوا الشاورما والفته، يبقى الفيديو ده عشانكم انتوا. اجمل شاورما او فتة شاورما من بيتنا، بطريقتنا احنا مش بطريقة المطعم السوري. فيها ريحة بيتنا، مطعم فيها ريحة البيت. ويلا بينا نخش على التفاصيل. ممكن تجيبوا صدور بانيه نص كيلو، هيكفي الأسرة، لأن بطريقة البيت هيكفي. إنما لو بطريقة المطعم هتجيبوا بانيه كتير. أو ممكن أنا عندي وركين، كان عندي فرخة في التلاجة، خدت الصدور عملت بيهم حاجة، فضل عندي وركين مش هيكفوا لا شوربة ولا حاجة. قلت أعملهم بقى إيه، العيال نفسهم ياكلوا فتة شاورما. جبت الوركين، قطعت العظمة الكبيرة اللي عند بيت الكلاوي دي، وجيت هنا شقيت شق بالعرض عشان العظمة الصغننة اللي هنا، وشق بالطول عشان الدبوس. وقاعدة بالراحة اهو، ماشية مع العظم واللحم، بحاول اسلك اللحمة من العظمة بالراحة بالسكينة. ادي واحدة طلعت. هنيجي عند الدبوسة اهي، سكينة مدببة كده وماشية مع اللحمة، ماشية مع العظمة، حاطة السكينة عند العظمة وماشية بالراحة بسلت اللحمة منها بالراحة اهو. سلت الجلدة اللي عند الدبوسة من ورا دي، قطعتها خلاص، كل شيء هيمشي معايا ساك. مش عارفين؟ هاتوها مشفية من بره من عند بتاع الفراخ، بيعملها للوراك الكدابة. هاتوا مثلا ايه، نص كيلو وراك كدابة مخلية، حتتين تلاتة حسب ما انتوا عايزين. عايزين تزودوا اكتر زودوا، دي براحتكم، واللعبة لعبتكم. وده مطعمنا اللي في البيت وبتاعنا. بشيل الجلد، ما بخليش فيها جلد. في ناس عندي ما بتاكلش الاوراق دي، بس هنا بتتاكل في الشاورما، كل حاجة بتتاكل. جبت الورك التاني وهكمل بنفس الطريقة. عشان احضر بقى ايه، برضو بشفيها، بشيل العظمة دي واحاول اشفيها بالراحة عشان احضر بهاراتي اللي هتبل بيها الفراخ، عشان دي اول تكة. ادي البهارات معانا والحاجات اللي هتبل بيها الفراخ. عندي ملح، عندي شطة، عندي بابريكا، فلفل اسود، عندي توم باودر، عندي بهارات شاورما، عندي بهارات فراخ، وعندي بصل باودر. مفيش كل ده عندكم في البيت؟ مفيش اي مشكلة. قلت لكم البهارات الاساسية الملح والفلفل. لو عندكم زبادي ماشي، وخل. وانا بموت في دبس الرمان، بحبه. حطيت دبس الرمان في البولة، تعرفين ان انا بحبه، ما عندكمش ما تحطوش. وحطيت عليه الزبادي وقلبته بمضرب يدوي بشوكة بمعلقة كويس جدا. وبعد كده هضيف عليه الايه، البهارات اللي انا قلت لكم عليها، او اي بهارات عندكم اهي. ادي البهارات عليها، وهقلب كويس عشان احط الايه، الفراخ تبات في التتبيله. مفيش وقت عندكم، فاضل ساعه، اعملوها دلوقتي، من دلوقتي لحد ميعاد الغدا هتلاقوها جاهزه. وادي الفراخ اهي. في المطاعم بيحطوها كده ويشووها على الشوايه او على جريل، ويقطعوها ويحطوها على وش الفته. انا بقى مش هعمل كده. تعالوا الاول نشوفوا بهارات ايه. الجزء التاني ده الرز البسمتي، او انا بحب الرز الفلاحي. بجيب عود قرفة، وبجيب بهارات، عندي بهارات كبسة، عندي لومي، ورق لورا، بابريكا، فلفل اسمر، شطة بحب احطها، وتوم باودر وبصل باودر. مفيش كل ده برضو، شوية كركم مع شوية فلفل اسمر وحبة ملح. وهنا شوحتهم شوية في معلقة سمنة ومعلقة زيت. اول ما بتشوحوا كده وياخدوا ريحة، بنزل بالمية. لو هتعملوا بسمتي، المية ضعف الرز. لو كوباية رز كوبايتين مية، كوبايتين رز 4 مية. احط الملح. لو رز فلاحي اعملوه بالطريقة العادية، بس حطوله شوية كركم عشان ياخد لون. والله لو رز بشعرية المية غلت، حطيت الرز البسمتي، كانوا ولادي عايزين بسمتي، انا بحب الرز الفلاحي. خلاص خلصنا خطوة الرز، هسيبه يتشرب. وهاجي للخطوة التانية بقى، اللي هي ايه، الفتة. حمرت العيش معايا عشان كده طبقي يبقى كامل مكتمل. مش عايزين الطريقة دي مش صحية، رشوا عليه نقطة زيت وحمروه في الفرن. انا بحب احمره على النار كده بزيت. ونيجي بقى للطبق الاساسي بتاعنا. في طاسة تسخن جامد، فيها نقطة سمنة كده بسيطة، وانزل بالشاورما بتاعتي. انا مقطعاها حتت صغيرة، مش عاملاها زي المطاعم
وشويها في شوايه. نزلت بيها والطبق سخن، خدت الطشه واتقلبت واتشمعت كده معايا. عندي بصل مقطعاه، ده بقى اللي بيكتر معايا الوصفه وبيخلي الحتتين الوركين دول او حتتين البانيه او 3 حتت يكفوا، وبيخلي الاكله مزلزطه وحلوه كده. انتوا عارفين انا بحب انا اولادي الاكل جوسي كده ومزلزط. نزلنا بالفلفل، الفلفل دبل، حطينا بعديه الايه، البصل، والبصل دبل، حطينا الفلفل. عندي فلفل اخضر، فلفل الوان، فلفل اخضر بس ماشي. افضل اقلبه برضو لغايه ما الفلفل يدبل معايا، بحس ان الفراخ استوت. في النص هنا كانت الفراخ عامله سوس ميه كده جميله ريحتها حلوه، خدت انا طبق منه عايزاه. وبعدين انا ضفت اضافه مش اساسيه عندكم لو ما تحبوهاش، حطيت معلقه طحينه في اللحظه دي، بحس بتدي ريحه حلوه. وبعدين نزلت بالطماطم، ولما الطماطم تدبل معايا يبقى كده طبقي جاهز. انا حطيت لها بهاراتها اللي احنا قلنا عليها، يا بهاراتها كانت في التتبيله. وهنا بقى الصوص بتاعي، في ناس بتعمل توميه في المطاعم، انا بجيب زبديه او كوبايتين علبتين زبادي واقلبهم كويس وعليهم طحينه وخل، واحط لهم بقى ايه، ملح وكمون، وده عندي الصوص بتاعي. ويلا بينا نجهز. ادي العيش في الطبق، الفته اللي احنا محمرينها عليها شويه صوص من بتاع الفراخ اللي انا خدته من طاسه الشاورما، مش موجود مش مهم، عندنا صوص الزبادي عشان يطري العيش كده، وكأننا بنعمل فتة العيد باللحمة. وادي الرز، شوف سخن وجميل ازاي ومفرفر، رز جميل وريحته جميلة. ايوه. انا حاسه ان انا جوعت وانا صايمه النهارده الخميس. يلا لو صايمين اعملوها لاولادكم على الفطار، مفيش حاجه توقفنا. وركين، صدرين بانيه، ويلا بينا، وبصل وطماطم وفلفل. شوف بقى الشاورما بتاعتنا، مفيش رز بسمتي، الرز الفلاحي جميل جدا لما بيتعمل كده ببهارات الكبسه اهو. وهجيب عيش بقى كمان محمر ازوق بيه الطبق من فوق، بيبقى طعمه جميل قوي. واجيب الصوص بتاع الطحينه والزبادي اللي احنا عاملينه مع بعض، زي اي طحينه وزبادي ما بتعملوها اهو. وحاطه للطحينه سنه توم صغيره مقلباها معاه مع الخل والملح والكمون والكزبره اهو. شوفوا الجمال، والله روعه. شوفوا الطبق ده يساوي كام بره، شوفوا وفرنا قد ايه، وعملنا طبق يدفي لاولادنا من بيتنا وبطريقتنا وبطريقه بسيطه.